ميسي ونيمار جونيور ورونالدينيو أسماء لم تكن مجرد لاعبين، بل ملوك للمراوغة، سحروا الجماهير وأذلوا المدافعين وجعلوا كرة القدم فنا. لكن كرة القدم لا تتوقف، وفي كل جيل يظهر سحر جدد. واليوم سنشاهد أفضل 5 مراوغين في أوروبا حاليا، لكن السؤال: هل يمكن أن يكون أحدهم هو الوريث الجديد لملوك المراوغات؟ أنا بالمركز الخامس لاعب المنتخب الإسباني نيكو ويليامز، يملك سرعة تخيف أي مدافع، فنان، الجرأة التي تجعل أي ظهير يفكر مرة قبل أن يقترب منه. هذا اللاعب نيكو ويليامز جناح أتلتيكو بلباو، وأحد أكثر اللاعبين إزعاجا للدفاعات في أوروبا. ميزة ليست فقط في السرعة ولا في المهارة، بل الطريقة التي يواجهها المدافع، عين في عينه ثم حركة واحدة وفجأة يصبح المدافع خلفه. مهاري، شكل ثنائي ناري مع لامين يامال في المنتخب الإسباني. أما المركز الرابع البلجيكي جيرمي دوكو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، جناح إذا وجد مساحة صغيرة فأنت في مشكلة أمامه. جيرمي دوكو واحد من أخطر المراوغين في أوروبا، سرعة مجنونة، لكن أخطر ما فيه هو تغييره للاتجاه، يمين يسار ثم الانفجار مفاجئ، والمدافع ينهار لا يملك إلا أن يشاهد. أما المركز الثالث رزني دوي، لاعب باريس سان جيرمان، موهبة فرنسية بدأت تلفت أنظار الجميع. رزني دوي لاعب يملك شيء لا يمكن تدريسه في عالم الكرة، يملك الجرأة، هو لا يخاف من المواجهة بل يبحث عنها، يحب مواجهة 1 ضد 1. هذا بالضبط ما يريده، مراوغات سريعة وحركات غير متوقعة، ولهذا المدافعين لا يعرفون ماذا سيفعل بعد ثانية. وعندنا في المركز الثاني فينيسيوس جونيور، اسم يعرفه كل مدافع في العالم، فنان. فينيسيوس جونيور برازيلي، جناح ريال مدريد، واحد أكثر اللاعبين ترويعا للدفاعات في كرة القدم، سرعة قاتلة، لكن ما يجعل مراوغات مرعبة هو الثقة والاستفزاز للخصوم. فينيسيوس جونيور لا يتردد ولا يتوقف ولا يخاف من خسارة الكرة، بل يعود مرة أخرى وثالثة ورابعة وخامسة حتى ينجح. ولهذا السبب فينيسيوس يعتبر كثيرين أحد أفضل المراوغين في العالم حاليا. وأخيرا في المركز الأول ملك المراوغين والمتعب في عصره، لامين يامال، خليفة ميسي ونيمار في البرشا، لاعب لا يزال في بداية الطريق. لامين يامال هذا اللاعب يملك 18 سنة فقط، لكن عندما تكون الكرة عند قدميه تشعر أن شيئا مميزا سيحدث، متعة بصرية، ليس مجرد جناح سريع ولا مجرد لاعب مهاري فنان عنده مهارات بسيطة. يامال يلعب بثقة لاعب أمضى 10 سنوات في القمة، لاعب مراوغات الجريئة، قرارات السريعة، والأهم إنه لا يخاف، يملك جرأة كبيرة. في عمره معظم اللاعبين يبحثون عن التمرير الآمن أو المراوغات السهلة والبسيطة، لكن يامال يبحث عن المدافع ليتجاوزه. ولهذا كثيرين يعتقدون أن هذا الفتى قد يكون الساحر القادم في كرة القدم، وريث ميسي، أذل مدافعين أوروبا بمهاراته. وسألوا دي ماركو كيف عمل به في أبطال أوروبا. كرة القدم قد تتغير والنجوم قد يختفوا، لكن السحر لا يختفي أبدا، لأن كل جيل يولد مع السحر الجدد. والآن السؤال لكم: من هو أفضل مراوغ في العالم حاليا؟ سأجيبني في التعليقات. وإذا عجبكم المقطع اعملوا لايك واشتركوا في القناة عشان نوصل ل 10,000 مشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.